السلام عليكم حبيباتي، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل اكل جميل كده. كان عندي عزومه، لقيت قرايبي جايين لي وكده. كان جوزي جايب لي كوسه كده في التلاجة، فطلعتها قلت اعمل صينيه كوسه بالبشاميل. الطريقه دي هتعجبكم اوي لكل الناس اللي ما بيحبوش الكوسه، سواء بقى محشيه او خضار او كده. بس ما شاء الله اللهم بارك، صينيه الكوسه عامله ازاي. اللهم بارك، كلوها كلها مسابوش ولا قطعة، بالهنا والشفا. بصوا ما شاء الله اللون جميل ازاي، اللهم بارك. كان طعمها حلو، وتقدري بقى تعمليها لو عندك عزومة في بيتك لأولادك ما بيحبوش الكوسة وعاوزة تأكلها لهم وكده. وكان عندي كام قطعة لحمة كده بفتيك، عملتها بطريقة حلوة برضو زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك. وبرضو كان عندي قطعتين بانيه برضو طلعتهم. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، الكوسة تقطعوها شرايح زي ما انتوا شايفين كده، السمك اللي انتوا شايفينه ده، مش رفيعة اوي ولا تخينة اوي عشان تستوي معاك كويس. بصوا السمك عامل ازاي. حسب بقى الكمية اللي انت عاوزاها، كان جايبلي كمية يعني، فعملت منها دول بشاميل، ولسه عندي هبقى اعملها معاكم ايه، محشية كده يعني. هنا بقى كنت بعمل البشاميل، حطيت شوية دقيق ولبن ومرقة وشوية ملح وشوية بهارات. وهنا كان عندي كيسين مكرونة شرايط كده برضو طلعتهم. هعمل ايه، جولي على غفلة، طلعت كل اللي عندي قلت اعمله عشان اشرف ايه جوزي قدام. طلعت المكرونة دي بقى، سلقتها المكرونة عادية، حطيت شوية مية على النار يغلوا وشوية ملح واول لما المية غليت نزلت بالمكرونة. وكان عندي كيس لحمة مفرومة كده برضو طلعته، نزلت بيها كده على طاسة، وحطيت معاها بصلة كده متقطعة قطع صغيرة مع طماطماية عشان ايه تزود الكمية معايا. وحطيت فلفلاية، بس ما كانش عندي جزر، كنت حطيت عليها جزر، الجزر بيديها طعم حلو وبيسكر. ما كانش عندي غير دول، حطيت بقى شوية ملح وشوية فلفل اسود كده، بس مش محتاجة اي بهارات تانية عشان ما تغيرش طعم اللحمة معاك. وسبتها بقى على النار تستوي كده، وعمالة احضر هنا شوية وهنا شوية زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقى المكرونة الشرايط ديت والكوسة. حطيت هنا، جبت حلة كده وحطيت معلقة سمنة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، اي سمنة عندك. وهنزل ايه بالبشاميل بتاعي. البشاميل طبعا ايه ده، حطيت كل الحاجات فوق بعضها، الدقيق على اللبن وعلى شوية بهارات وشوية مرقة، وضربتهم في الخلاط. هحطهم بقى كده ايه على معلقتين السمنة دول، وافضل اقلب فيهم لحد ما تجمد معايا كده شوية وتتقل يعني. وطبعا البشاميل السمك اللي انت عاوزة تفضلي تقلبي فيه. طبعا انا زودت اللبن لان كان اللبن متلج عندي، كنت حاطاه في الفريزر، فكان باقي حتة وكده، كنت عاوزة ازود البشاميل شوية حطيتها عليه. هنا الكوسة حطيت عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، بس كده. بصوا ما شاء الله، ما بارك، الطريقة دي جميلة اوي وهتعجبكم. وهتحب اي حد ما يحبش الكوسة هيحب الطريقة دي فيها ويعملها على طول. هنا البشاميل بقى افضل اقلب فيه كده، واسيبه على النار بقى لحد ما يتقل معايا. هسيبه بقى يتقل مع نفسه كده. والبفتيك بقى، كام قطعة اللحمة دول، حطيت عليهم صويا صوص، وحطيت عليهم دبس رمان، وحطيت عليهم كاتشب وشوية ملح وشوية فلفل اسود وقرفة وزنجبيل، وبهارات لحمة، وسايباها ايه تتبل مع نفسها كده. جبت الطاسة دي على النار بقى، بدأت احط فيها الكوسة كده اشوحها معايا، هسيبها اشوح كل الكمية بقى. وبرده ايه يعني على البشاميل، وعمالة اقلب فيه عشان ايه يتقل معايا برضه. بس ما شاء الله اللهم بارك، تقل معايا اهو. طبعا لو انت عاوزة تخففيها عن كده خففيه، عاوزة تقليها عن كده تسيبيها ايه شوية على النار تتقل معاكي اكتر. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. الاكل ما خدش منه وقت كتير. والكوسة بقى هفضل اشوح في كل الكمية اللي عندي، مش يعني احط ايه طبقة طبقة كده. وهنا خلاص اللحمة بتاعتي كانت استوت، نزلتها من على النار بقى عشان ابدأ بقى ارص المكرونة والكوسة البشاميل. ما شاء الله كلوا الكوسة اكتر من المكرونة كمان، عجبتهم اكتر مع انهم ما كانوش بيحبوا الكوسة اصلا. بصوا المكرونة البشاميل، بصوا قصدي اللحمة المعصجة، ما شاء الله كانت ريحتها جميلة من غير اي بهارات. وهنا ايه
المكرونة الشرايط دي هتلاقيها في السوبر ماركت كبير، مش هتلاقيها في المحلات اللي هي الصغيرة وكده. دي الكوسة بعد ما شوحتها اللهم بارك كانت ريحتها جميلة. وهنا البشاميل كان جاهز معايا برضو، نزلته من على النار. هبدأ بقى اخد شوية بشاميل كده احطهم على المكرونة دي زي ما انتوا شايفين كده، واقلبهم في بعضهم، وشوية برضو احطهم على الكوسة واقلبها كلها في بعضها، والاتنين هرصهم مع بعض كده على الارض. طلعت صينيتين ازاز كده، اعمل واحدة المكرونة وواحدة الكوسة. بس حسيت المكرونة دي هتكون صغيرة عليها، نزلتها في صينية تانية. هبدأ بقى ارص الكوسة كده كل الطبقات، الطبقة اللي تحت دي، واحط العصاج هنا في النص، واحط طبقة تانية، وبعدين احط على البشاميل. بصوا الرصة عاملة ازاي، اللهم بارك. ابدأ بقى ارص كده، هحط هنا، نقلت المكرونات من الصينية التانية احطها هنا. هبدأ بقى احط برضو طبقة بشاميل في الأرضية، واحط طبقة مكرونة واللحمة، وبعدين احط طبقة مكرونة تانية، وبعدين البشاميل. هحط بقى عاوزة تحطي جبنة في النص حطي، انا هحط هنا جبنة في النص. الكوسة هحط عليها جبنة من فوق. هبدأ احط عليها الطبقة التانية اهوت من المكرونة، عمالة ايدينا وايدينا كده عشان الحق اخلص قبل ما يجوا. بدأت بقى حطيت طبقة الكوسة، وبعدين طبقة البشاميل اهي. حسيت ان البشاميل تقيل، سويته كده بشوية مية. هبدأ بقى احط وش البشاميل على المكرونة هي كمان. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. طريقة سهلة وبسيطة، تقدر لو عندك عزومة او عندك فرح او اي حاجة ان انت تعملي في وقت بسيط، يعني مش هياخدوا منك حاجة، الاتنين مع بعض كده وتدخلوهم الاتنين الفرن. هبدأ بقى احط كل البشاميل اهو، اشربها كلها بالبشاميل، واعملها الحركة اللي انتوا شايفينها دي، اضغط عليها كده عشان البشاميل يوصل لها كلها. عاوزة تحطي جبنة موتزاريلا او اي نوع جبنة عندك، حطيه على الوش او حطيه في النص عادي، بيدي طعم حلو المكرونة برضه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. خلاص كده جهزتهم، هبدأ بقى ادخلهم الفرن. وهنا البفتيك بتاعي كنت متبلاه، سايباه في التتبيلة اللي قلتلكوا عليها دي. هسيبه شوية وبعدين احمر البانيه الاول. البانيه ده انا كنت مجهزاه عندي، انا اللي عاملاه. هبدأ احمره بس في زيت، وهجيب هنا طاسة مش هحط فيها حاجة، واحط البفتيك كده. وهنا البانيه كنت حمرته ما شاء الله اللهم بارك. دي صدر فرخة وانا اللي عاملاه، يعني كنت عاملاه قبل كده، ابقى اقول لكم الطريقة لو حابين تعرفوها. هنا نزلت على الطاسة دي بالبفتيك كده، يتشوق، ياخد هو متقطع طبعا قطع صغيرة خالص عشان يستوي معايا بسرعة. والتتبيلة بتاعته دي ما شاء الله كانت جميلة، والريحة كانت تحفة. بص ما شاء الله اللهم بارك. كانت المكرونة بتاعتي كانت استوت. بص ما شاء الله البشاميل اللي عامل ازاي جوسي كده، وكانت جميلة اللهم بارك. كان طعمها حلو قوي. و... والمكرونة الشرايط دي مش ما بيستعملوهاش كتير، يعني الناس عامة ما بتستعملهاش كتير، بس ما شاء الله في المكرونات وكده. في المكرونة البشاميل يعني حلوة أحسن من الأقلام كمان، وتجديد. بصوا ما شاء الله اللهم بارك الكوسة عاملة ازاي. بصوا وشها وشوية الزيت اللي في جنب دول جوسي مطلعهم يعني الكوسة. بصوا المكرونة بتاعتي اللهم بارك جميلة. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم. المكرونة والكوسة ما شاء الله جمال جدا. هو بشاميل واحد وعصاج واحد، وتعملوهم في ثواني، يعني مش هياخدوا منك أي وقت. والبانيه برضو كان صدور فراخ متقطعة، وعملتها بتعملها بقى بفيجيتار او اللي هي في تتبيله ناشفه كده بتتعمل بيها برضو. وده ما شاء الله اللهم بارك البفتيكه، وما خدش مني سوا على النار، يا دوب اقلبه بس هنا وهنا وطلعته. وبصوا بقى المكرونه وانا بقطعها اللهم بارك عامله ازاي جوسي، وكانت جميله قوي، عجبتهم جدا. هبدا بقى بصوا الخرطه عامله ازاي، بصوا عامله ازاي، ما مفيش فرق بينها وبين الاقلام يعني. جميلة قوي المكرونة الشرايط دي، لو جربتها هتعجبك يعني، وهتعجب أولادك. وهنا البفتيك اهو. بصوا القطعة كانت دايبة ما شاء الله.
بس طبعا كانوا مستعجلين على الاكل، معرفتش ان انا اقطع لكم حته منها. وهنا البانيه برضو بتاعي ما شاء الله استوى وكان جميل. وهنا بقى ابدا اقطع الكوسه اهو واوريكم برضو قطع ماسكه نفسها ما شاء الله، يعني اللهم بارك. ممكن تعملي الكوسه دي لوحدها عادي، لو ولادك مش ما بيحبوش الكوسه او كده اقعدي تاكلهم. طبعا الكوسه مفيده جدا، لها فوائد كتير جدا، احسن من المحشيه كمان لما تعمليها كده، لان المحشيه طبعا بتطلع كل اللي في قلبها وكل الفايده بتاعتها. فالطريقه دي جميله جدا، وان شاء الله هجربها معاكم تاني. وبصوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الاكل اللهم بارك. جربوا بقى الطريقه دي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. سلام عليكم.